انا دلوقتي طالع من دبي ورايح ابو ظبي علشان خاطر في مشاريع ممتازه جدا في ابو ظبي وتستاهل انك انت تحطها في عين الاعتبار. وانا واحد من الناس لو مش مذاكر السوق كويس ومش معامل مقارنه كويسه جدا ما بين دبي وابو ظبي وشايف السبلاي هناك والطلب اللي موجود هناك وعدد السكان والسياحه والاسعار الستارتنج، يعني الاسعار دي ممتازه جدا تبع في ابو ظبي طبعا. كانك بتشتري في دبي من 5-6 سنين او من 10 سنين في اماكن بريميوم جدا ليها لونج تيرم انفستمنت. ما وعدكش ان انت تاخدها خلال سنه ولا اتنين، لا هتبقى لونج تيرم مثلا من 5-7-10 سنين، بس هتعمل من فيها احلى عوائد ايجاريه، هتمتلك اسيت قوي جدا، هتعمل كمان نمو راس المال هيبقى عالي جدا جدا. يعني هتشوف حاجات على البحر، كوميونيتيز على البحر، زي ما بقول لك كده. طبعا دبي برضو لسه الفرص فيها كتير ما شاء الله. عندنا السيتي اللي انا ماشي فيها دي اسمها سيتي ووك، والسيتي ووك دي في منها ريبليكا او نسخه، مش نسخه طبق الاصل بس حاجه زي كده، هتبقى موجوده في دبي ساوث في اكسبو سيتي، ممتازه جدا. فخلوكم معانا وتابعوا الصفحه كويس عشان المشاريع اللي جايه سواء في دبي ولا ابو ظبي مش هجيب غير احلى مشاريع، مش هجيب غير المشاريع اللي تعمل فيها فلوس كويسه بغض النظر عن الميزانيه، بغض النظر عن البيمنت بلان، بغض النظر انت بتدور على ايه. في مشاريع كتيره كويسه، مشاريع كتيره تستاهل انك تستثمر فيها، بس انا هجيب ذا بيست، هجيب افضل مشاريع. تابعني، انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. طبعا وصلت ابو ظبي، وده كده زي ما شايف. اهم حاجه بس ركز عليها لون الميه عامل ازاي، لان لون الميه الازرق ده اللي هو الكريستالي ده مش صعب انك تلاقيه في اي مكان، وده هيفرق معاك كتير جدا. دي الفيلا اللي اتسلمت الفتره اللي طبعا اتبنت في 2018، كانت بتتباع ب 2 مليون، النهارده 4 مليون و5 مليون. طبعا الاسعار وصلت بطريقه جنونيه، عليت اكتر، وده بيديك مؤشر حلو جدا انك انت هتستثمر هنا، هتستفاد. دبي ممتازه جدا، وابو ظبي فيها فرصه كويسه جدا تعتبرها دبي بس من الاول. دي كده الانشاءات زي ما انت شايف في كل مكان. دي جزيره في البحر اسمها شيا برضو، ممتازه جدا للاستثمار. ده لون الميه، الانشاءات شغاله انك انت تستثمر هنا، فانت اكيد هتستفاد كتير جدا. الشقق كلها بتتباع بالكامل، في شقق بس جوه الجزيره طبعا سعرها عالي شويه. بس الفكره دلوقتي انك انت لو انت بتفكر في استثمار، انا محتاج ان انا ارجع والله دبي، للاسف انا كنت جاي اصور واعمل كل حاجه ونتكلم في كل التفاصيل، بس مضطر ارجع لدبي، جالي حاجه ضروري هناك، ده شغل العقارات من هنا لهنا. فهرجع دلوقتي على دبي، وبعدين هاجي تاني هعمل لكم فيديو كبير جدا او بالتفاصيل بقى ابو ظبي والاستثمارات اللي موجوده في ابو ظبي والمطورين، لان عندنا لسه اوهانا ديفلوبمنت برضو كويس جدا جدا بالشراكه مع جيكوب اند كو، برضو لو حد عايز حاجه براندد ممتازه. وطبعا هنا ولسه عندنا بقى بقيه الجزر تبع ابو ظبي، السعديات وحديرات وجوبيل وياس اللي هيجي فيها ديزني لاند. فدي فرصه كويسه جدا للاستثمار. بس بعتذر لكم عن الفيديو ده، مش هيبقى طويل، بس هيبقى جايب بس حاجات زي ما احنا شفناهم كده، وهرجع تاني اعمل لكم برضو فيديوهات اوضح لكم. زي ما شايف كده الانشاءات شغاله في كل مكان. باشا انت استثمارك امن جدا جدا سواء في دبي ولا ابو ظبي، بالقوانين بالمعاملات بكل حاجه، ما تقلقش. بس تواصل معايا، محتاج ابو ظبي، دبي، الشرق، عايز تستفسر عن العقارات، تستثمر، عايز تعمل محفظه عقاريه، عايز اي حاجه عن الاستثمارات العقاريه في دبي، تقدر تتواصل معايا. انا كنت المفروض اكمل في ابو ظبي بس واروح لاوهانا، بس الفكره ان في كلاينت دلوقتي عايز يشوف الكونستراكشن في مشروع اوريدي المطور باعه عشان يفكر ان هو بيشتري في مشروع ثاني، فعايز يتاكد ان الكونستراكشن بدا. وده اللي بقول عليه يا جماعه، الكونستراكشن مش دايما بيتسلم على طول يعني، او مش بيشتغل على طول، بياخد له شويه وقت، لانك انت في حاجات بتتم المهندسين يفهموها، فحص التربه والكلام ده كله وموافقات. يعني ان المشروع انطرح دي حاجه، لكنك انت الانشاءات تبدا دي حاجه ثانيه. بس على العموم يعني هو المشروع ده بدات الانشاءات فيه لان المطور عنده شركه الانشاءات الخاصه بيه، وهو كان مستعجل عشان يبني لان كان ده اول مشروع ليه، ف يعني بداوا فيه والحمد لله يعني. فهروح بس اكد دي للعميل، طبعا حقه، طبعا حق العميل ان اي حاجه يستسال عنها طالما بوسيبل او ممكن يعني ممكنه، وطالما حقه في ان هو يتاكد ان هيدفع ملايين لازم نروح ناكدها له يعني. فعشان كده انا خلاص هسيب يعني اوهانا ورا وامكانها لسه سايبها، خلاص هاخد الاكزit بتاعنا ونتوكل على الله، وبعدين هنيجي بقى ايه بكره او بعد بكره نعمل تفاصيل كامله عن المشروع. خلاص انا في دبي ايلاند،
جيت زي ما قلت عشان اكد للعميل ان المطور اوريدي بدا انشاءات، واحد من اجمل المطورين اللي اثق فيهم دلوقتي. جيت من ابو ظبي على دبي، بنسبه كبيره اليوم يعتبر خلص، بس ما زال لسه هناك فيه شغل. اليوم ما خلص، يلا الحمد لله. دايما الانسان طالما بيشتغل وفي شغل، هي احلى حاجه في الحياه الشغل الصراحه. يعني ربنا ما يحرمش حد من شغله، ولا يجعل حد عاطل يعني، لان هو العمل عباده فعلا، وهو الحاجه الوحيده اللي بتبعد الانسان عن اي حاجه وحشه في الحياه. العمل هو طبعا، والعمل هو بقى اللي بيديك كل حاجه، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. بس ما كنتش تشتغل وتعمل وتدي الشغل من قلبك، وتعمل الشغل او تعامل الشغل ان هو شغلك، عمرك ما هتتقدم، ودايما هتلاقي عندك مشاكل انك انت مش عارف تتقدم، لانك انت مش حابب الخير لغيرك. يعني فحب الخير لغيرك، وحب صاحب العمل، وادي الشغل من قلبك، وربنا هيكرمك من غير ما تحس. يلا اليوم خلص، عارف الدنيا ضلمه، انا خلاص راكن هناك، راح اخد السياره، اتكل على الله، اروح اشوفكم على حلقه جديده ان شاء الله.